عمرك زعقت لابنك وبالليل فضلت تبص عليه وهو نايم؟ انت مش ام وحشه عشان زعقت لابنك، انت بس مجهده واليوم كان طويل ومخك مشغول بألف حاجه. كل شويه بيوقع الميه، بيلعب في وقت مش مناسب وانت تصرخي عليه، واول ما يدخل ينام تفضل تبص عليه وتسالي نفسك هو حاسس ان انا بحبه قوي كده بجد بس كنت زعلانه من فعله، ولا فاكر ان انا مش بحبه اصلا لمجرد ان انا زعقت له؟ كل ام في اللحظه دي بتحس بالذنب، بس الحقيقه ان المشاعر دي معناها انك بتحاولي فعلا مش انك فشلتي. ابنك مش مستنيكي تكوني مثاليه، هو بس محتاجك تكوني حنونه حتى بعد الغلط. ولو صحي الصبح لقاكي بتقولي له ماما كانت متضايقه بس هي بتحبك قوي، كل حاجه هتتصلح. خدي بالك، الامان اللي انت بتحسي بيه وهو نايم جنبك هو نفس الامان اللي هو بيحسه لما يحس انك بتحبيه. حصل معاكي قبل كده قلتي لابنك حاجه وندمتي بعدها بدقايق؟ شاركينا في الكومنتس.